اول مره سمعنا كلمه ارهابي كانت هنا في نيويورك من 25 سنه، ولكن اقدر اقول لك بعد 25 سنه بقى بيحكمها واحد مسلم ويقام فيها اكبر صلاه للعيد للمسلمين. هل عمرنا نتخيل ان بعد احداث 11 سبتمبر المسلمين هنا يكون لهم حريه في امريكا؟ لا، ما كنتش اتخيل طبعا ان حاجه بالشكل ده، ولا في صلاه عيد يكون في متجمع فيه مسلمين زي كده. انا اول سنه بصراحه ليا هنا، وانا ما كنتش متخيل ان انا اشوف المنظر ده هنا، وانا اعرف ان انا اشوف الناس دي كلها هنا ويبقى في صلاه عيد اساسا بالمنظر اللي انا شايفه ده، بكم الهائل من الناس دي. بس ما شاء الله يعني اللي انا شايفه هنا ان شاء الله كل سنه كده. وما كانش حد يتوقع بعد 11 سبتمبر ان نتجمع كده ويبقى في صلاه في العلن كده قدام الناس، بس الحمد لله ربنا يعز الاسلام والمسلمين. والغريب ان لما اتعزمت مع زهران ممداني عمده نيويورك في مبنى البلديه في رمضان، شفت كميه منشورات من سياسيين عنصريين ضد المسلمين. ومع ذلك لو بصينا حوالينا هنلاقي ان معظم الوظائف المهمه والحساسه جدا في امريكا بيشغلها مسلمين. انتم رايكم شايفين مستقبل امريكا رايح على فين؟ عرفوني في الكومنتات. بس انا اعتقد انهم حيوصلوا اكثر. المسلمين ما شاء الله بيخلفوا كثير، والهجره ان شاء الله يعني من الحين 10 سنين نوصل 20 30 مليون ان شاء الله باذن الله. واللي ما يعرفنيش انا اسمي مصطفى غانم، بساعد البيزنس العربي في امريكا يوصل لعرب امريكا. وما تنساش تعمل لي فولو عشان تعرف اكتر عن حياه العرب في امريكا. كل سنة وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين.